حديث 174 يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: هو خرج على الناس وهم يصلون. طبعا ذاك الحديث لم يذكر، ولكن الروايات الأخرى ذكرت أنه في رمضان. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يفقد الجامع النبوي يفاد الناس ينسلم الظلام، وقد علت أصواتهم بالقراءة. أرفذن الصوات نس، أرفذن الصوات نس. فقال أشو سنينا: إن المصلي يناجي ربه. وني الظلان الثاني كريف اسم ربي يتسمسلي وكذا ربي سبحانه يناجي ربه، يتسمسلي وكذا ربي فلينظر بما يناجيه به. لذلك يختار الكلمات المؤدبات، أليس كذلك؟ أي واحد منا يوقف قدام إنسان له مقام معين، له الإنسان يعسيماني سنغ لا سين الديني فافاس نغ جدس نغ ذا مغار نتا الدارس نغ ذا الحاكم. يعني الإنسان يتأدب، يختار الكلمات، وهذا هو المطلوب. وما أدرك بالخالق جل جلاله: ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. يمين بالقرآن ما يلزمش واحد يجهر حتى يؤذي غيره ويشوش عليه. درك الآن احنا اللي مثلا اللي جا روطار هنا في الصلاة، جا روطار راحت له ركعة ولا زوج في المغرب مثلا، نشوفوا ملاحظة ما شاء الله، الناس كي يقرأ يجهر بما يسمع به نفسه ومن يليه من يجاوره، ما تشذي يعقض وإلا سيشوش على الجميع. ما إلا نستند 10 15 20 روطار أذتسوغن ذهن أذتسوغن الصوت علينا يشوشوا حتى اللي كملوا صلاة. تتحب تقول سبحان الله سبحان الله، تدير الدعاء، تركز، تكونسونطري عليه، يشوش عليك. وكل واحد منهم يشوش على الآخر. واحد يقرأ سورة الكهف، واحد يقول أعوذ برب الناس، واحد سورة البقرة، تتخلط كامل، أليس كذلك؟ لذلك مطلوب الواحد يجهر تحقيقا للجهر اللي هو مطلوب شرعا في الصلوات الجهرية، ولكن بما يسمع به نفسه أو من يليه. الصوت لكن كان يسلم الإنسان كيف يقرب. إذن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. غص ذا ولا ربي، ولكن لا نجهر. وفي رواية أخرى للصحابي الجليل أبي سعيد الخدري، هذه الرواية أخرجها الإمام أبو داود: اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي، الاعتكاف في رمضان، وبعدين فسمعهم يجهرون بالقرآن. اسمع المصلين يجهرون بالقرآن، فقال وش قال لهم: ألا إن كلكم يناجي ربه. أكن مثلا التمسليمة كذا ربي سبحانه وسوى وليس القرآن: فلا يؤذين بعضكم بعضا. يعتبر ذلاذا، الله أكبر، ذو القرآن يرني يحسبي ذلاذا هذا. فلا يؤذين بعضكم بعضا. وبعدين يفقد أكثر: ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة. حديث واضح. لذلك الإمام ابن عبد البر رحمه الله، وهو من كبار علماء المالكية، صاحب التمهيد والاستذكار وغيرهما من الكتب القيمة، إند مليح كيفاش النتيجة اللي خلصها: وإذا نهى المسلم عن أذى المسلم، يعني من في عليه الصلاة والسلام ينهى ينسلم باش يخدم لا يجمس ينسلم في عمل البر. يعني القرآن عمل البر شكون كما هو،
وتلاوة القرآن فإيذاؤه في غير ذلك أشد تحريما. وقد صدق. ما إلا لاذا القرآن ممنوع. وكيفاش وين راه يأذن ما سوايض ماشي القرآن سواي النظام غادي بلا مناد. هناك تفنن وبعض الناس وحوايج الناس رشاديني على باله كي يعرف كيفاش أليس كذلك؟